ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الجسد هبتتا لبلتا في فمي وفي دمها وكثره ونار إخوتي هيا للهدى سعيا نرشد الدنيا أنه لا نحيا بشعب الله العلي العظيم. أقسم بالله العظيم أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء. مكافحا عن وحدة وطني. من البوغاز إلى الصحراء. أقسم بالله العلي العظيم أن ألقن هذا القسم أسرتي وعشيرتي في سري وعلانيتي والله سبحانه هو الرقيب على طويتي وصدق نيتي.
جميعا ومرحبا بالجميع ومرحبا بكل المنابر الإعلامية الحاضرة معنا في هذا الحفل بمناسبة حفل تخرج فوج الموسم التكويني 2024-2025 بمناسبة عيد الوحدة وكذلك عيد المسيرة الخضراء المضفرة وعيد الاستقلال المجيد. يسرنا جميعا أن نحتفل اليوم بهذه اللحظة المميزة مع خريجين وخريجات مركز التفتح والتنشيط التربوي للشباب أزلة. إن هذا الحفل يأتي تتويجا لجهود المشاركين في البرامج التكوينية طوال الموسم ويعكس الالتزام والجدية في التعلم والتطوير الذاتي. ولا يفوتني كذلك أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل من ساهم في إنجاز هذه المبادرة المتميزة وعلى رأسهم المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني في شخص مديرها الإقليمي وكل الأطر المندوبية، وكذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والسيد رئيس جماعة أزلة وكذلك رئيس المجلس الإقليمي لتطوان على دعمهم المتواصل وعلى تشجيعهم لكل المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب وخصوصا شباب منطقة أزلة. كما أؤكد لكم جميعا أن الجمعية ستواصل عملها الجاد بكل جد وإخلاص من أجل تأهيل الشباب وتمكينهم من مهارات جديدة مساهمة بذلك في التنمية المحلية وخدمة المجتمع. معكم أحمد الخمخامي، أستاذ مكون بشعبة تكوين المربيات بمركز التنشيط والتفتح التربوي للشباب أزلة. نحن اليوم جد مسرورين وفخورين بهذا الحدث او بهذه المحطه اللي كنظموها اليوم في المركز ديالنا مناسبه تخرج الفوج الثالث. هذه المناسبه اللي كتتزامن كذلك مع حدث كبير وطني ومهم اللي هو ذكرى الاستقلال وذكرى المسيره الذكرى الخمسينيه للمسيره الخضراء وكذلك عيد الوحده ديال 31 اكتوبر. إذا فاحنا كنتمناو لجميع الخريجين والخريجات التوفيق إن شاء الله في المسار ديالهم والمسيرة المهنية ديالهم. كما أنني كنغتنم المناسبة لنتفضل بالشكر لجمعية رباط الخير على المجهودات المبذولة وكذلك كنشكر جميع الشركاء على رأسهم المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني وكذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي وجماعة أزلة في شخصها السي العربي أحنين. كذلك كنشكر جميع الشركاء وكنشكر جميع الزملاء الأطر التربوية والمكونين بالمركز وكنتقدم بالشكر الجزيل كذلك لإدارة المركز وشكرا. السلام عليكم، معكم نسر مستفيدة من ورشة الإعلاميات. حصلنا اليوم على الدبلوم ديال الإعلاميات بفضل مجهودات الرئيسة ومجهودات ديال الأساتذة ديالنا اللي كيأطرونا اللي كيخليونا أننا الدبلوم اللي كيخاولنا أننا نتجهوا لسوق الشغل وكيفتح لنا مجالات كبيرة في هذا الميدان اللي هو ميدان الإعلاميات اللي كنحتاجوه في أي مجال. السلام عليكم، معكم لوتيديون طالب سليمان المنصوري 25 سنة. تسجلت في مركز ديال رباط الخير، جمعية رباط الخير، المركز اللي كيتواجد في أزلة مدينة تطوان، من أحسن المراكز اللي كاينه في تطوان اللي كيتواجدوا فيه بزاف ديال الورشات اللي كيجعلوا الشباب والشابات انهم يجيو يتسجلوا في هذا المركز. كيعطي فرص لسوق الشغل بزاف. من ضمن الورشات اللي كاينه في هذا المركز الإعلاميات اللي كيبقى من أحسن لي دومين اللي كاين في المغرب. وبالنسبه للبنات كاين الخياطه، كاين الحلويات وباقي الورشات. كنتمنى الشباب ياخذوا بعين الاعتبار هذا التكوين هذا وشكرا لكم. السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معنا في حفل تتويج مستفيدين ومستفيدات جمعيه رباط الخير. اليوم انا فرحانه بزاف حيتاش توجنا بالدبلومات لعام وحنايا كنقراو وكان احسن عام بالتجربه ديالي. انني كنت فرحانه، اكتسبت بزاف المهارات، تعلمت بزاف الحاجات، الى جانب اننا كنتعلموا في الورشات ديالنا كانوا انشطه محايده، كنا كنعملوا خرجات، كنا كنعملوا انشطه. صراحه هذا المركز كان اضافه كبيره في الحياه ديالي. ومع العلم انا جيت من مدينه مرتيل، يعني انا ماشي من بنت أزلة، وعجبني هذا المركز واصريت انني نقرا فيه. فاحنا اليوم فرحانين، الاصدقاء ديالي كاملين فرحانين وشكرا. الاسم ديالي ابتسام الزيناتي، انا كنتواجد اليوم في حفل التخرج في مركز تنشيط
مركز التنشيط التربوي لجامعة أزلا. المناسبة هو حفل التخرج لسنة 2024-2025، وأنا أتواجد بشعبة التعليم الأولي وتخرجت في هذا اليوم، وكنشكر هذا المركز لأنه أعطانا فرصة لحمل الدبلوم والولوج إلى الوظيفة إن شاء الله. Assalamu alaikum. Je m'appelle Mamadou Bari, je fais la formation en informatique ici. Et je suis très content, je suis heureux aujourd'hui. Je suis content d'avoir fait des efforts et je suis content que mes amis d'ici m'ont accepté parce que je suis un subsaharien. Donc je suis content qu'ils m'ont accepté, je suis content d'avoir un diplôme aujourd'hui. Merci. اسمي نزار ابو محلي، عم حنا كنقراو هنايا كيتعاملوا معنا مزيان. كنشكروا الاستاذه جميله الزريفي.